نظرا لان كان في اهتزازات في الفلوجز اللي فاتت يعني، فالحمد لله جبنا الجيمبل اهو بنسجل، رغم ان الموضوع يعني مش سلس يعني زي الايه العصايه الخفيفه دي، بس كله في سبيل ان يكون في سموث موفمنت كده، ما يكونش فيه صداع في الفيديو. يعني الرجاله بيصطادوا مش عارف. المهم شعور جميل جدا لما الواحد بيلاقي حل لمشكله يمكن ما خطرتش على بال ناس كتير. يعني انا بالنسبه لي مثلا لما اخرج بره، السبيل الوحيد ان انا اقدر استخدم الانترنت بيكون من خلال التليفون، ان انت تشغل التليفون هوت سبوت. وطبعا لو انت بتتعامل مع ملفات كبيره فده مش هينفع تماما يعني. ازيكم يا رجال؟ مش عارف ليه كل مره باجي اسجل هنا المكنه بتكون شغاله. يعني عايز بصراحه خليني اصور المكنه. عامل ايه؟ كله تمام؟ اطلع معانا في الفلوج. ايه القمطه دي؟ تجمعوا ايه؟ ماشي يا عم. المهم يا سيدي، المشكله اللي كانت بتقابلني هي ان الراوتر بيشتغل بفيشه 12 فولت. راوتر 4G بيشتغل بفيشه 12 فولت، والباور بانك ده بيطلع 5 فولت. فانا عندي الوصله اللي بتخش في الراوتر هنا اللي هي من ناحيه USB ومن ناحيه الوصله دي، وهي مش منتشره بالمناسبه، ده انا يعني عملتها فرانكنشتاين كده، ولكن للاسف الشديد لما وصل اتنين ببعض ما بيشتغلوش. فبحثت كده وفرجت وخدت غطسه في الانترنت لحد ما لقيت ان في وصله بتحول ال 5 فولت ل 12 فولت، ومن خلال ان انا بوصلها بالباور بانك وبالراوتر ال 4G بتلاقي ان الراوتر اشتغل. مش عارف شايفين اللمبه ولا لا، مش عارف يعني، بس يعني اي بروميس الراوتر اشتغل. فانا قادر وانا هنا احط الراوتر في اي مكان. يعني الحمد لله الشبكه كويسه هنا، ومعايا اللابتوب بتاعي اللي مشحون شحنه كويسه، فاقدر افتح اللابتوب واشتغل، وعندي انترنت سريع جدا والباقه بتاعته اعلى من الهوت سبوت بتاعه التليفون. الموضوع بيرجع بصراحه لفكره designing your environment، انك تحاول تغير الوضع اللي انت فيه بحيث ان هو يناسب احتياجاتك بشكل ما. يعني انا بصراحه في قعدتي في الريف هنا كل الحاجات ضدك. يعني البنيه التحتيه سيئه، انترنت بطيء، مفيش سيرفيسز، كل الحاجات دي، ولكن في نفس الوقت انا قادر بشكل ما اكون البابل او الفقاعه الخاصه بيا. عملت استوديو في البيت وقادر ان انا اجي وسط الخضره والطبيعه، ستريس ريليفر، بتقلل الاستريس من عليك والضغط، وفي نفس الوقت كده ايه تقدر تشتغل في الاوبن اريا، منطقه مفتوحه بعيدا عن المكاتب والحاجات المقفوله. فبشكل ما لما بتاخد على عاتقك تصميم البيئه اللي انت قاعد فيها بتقدر بشكل ما تخليها مناسبه لاحتياجاتك، حتى لو الموضوع غريب ومستنكر من الناس اللي حواليك. يعني الناس اللي انا دلوقتي طبعا ما عادش الموضوع بيفرق بالنسبه لي، بس الناس ما زالت بتقلق وانا شايل الكاميرا او الجيمبل او تستغرب او ايا كان، ولكن مع الوقت اعتادوا على الموضوع وتقبلوا الموضوع جدا، وده بقى الطبيعي بالنسبه لهم ان انا ماشي بكاميرا، بل بيسالوني لو انا مش ماشي بالكاميرا وما بتصورش ليه دلوقتي. ازيك يا حاج عبده؟ كيف الحال؟ يا هلا، الله ينور.
فالموضوع بيبدا ان انت عارف انت عايز ايه. انا بالنسبه لي كتبت كده انا عايز اقعد في الصوبة عندنا هنا في الارض، معايا اللابتوب ومعايا انترنت، واقدر اقعد اشتغل، او انا واصحابي حتى غريب يجي وصهيب وتسوقي وايه، ونقعد عندنا انترنت ونقدر نشتغل هنا في الاوبن اريا دي. بل ان انا كمان جيت لفكره، يعني مش عارف انتوا فاكرين ولا لا، بس خليني اوريها لكم. فكره ان ده ظهر العشه مستوي كده ومساحه واسعه، ان انا اجيب بروجيكتور ونقعد هنا بالليل، تمام، ويبقى في سماعه مثلا بروجيكتور نجيب له اي باور، او يكون هو اوريدي فيه بطاريه، ويبقى في موفي نايت نشغل حاجه هنا مثلا على سطح العشه دي. وفعلا كنت سالت يحيى رضوان على البروجيكتور اللي هو كان عامل له ريفيو، بروجيكتور رائع جدا ولكن كان غالي، فقلت له يعني لو تكلم لنا سامسونج يبقوا سبونسر ولا حاجه. ف لونج ستوري شورت، الموضوع بيبدا ان انت عارف انت عايز ايه، وما دمت عرفت انت عايز ايه يعني اللي باقي سهل، اللي باقي فكره بس انك تحققه. ده مش بنفس الصعوبه بصراحه، بس الاول تعرف انت عايز ايه. موضوع مهم جدا. اوكي دلوقتي اهوت متوصل على الواي فاي، شايف ولا لا؟ بس خلينا نعمل سبيد تيست سريع ونشوف السبيد. اوكي داونلود سبيد يعني حوالي 18 13 12 16 ميجا، والابلود حوالي برضو يعني ايه في حدود ال8 او ال9 ميجا، فرائع جدا. اوكي طبعا انا كنت بستخدم الكابل مع الباور بانك مع الراوتر ال4 جي، بحيث اتحرك براحتي يعني واخرج بره اطار البيت واديني مساحه من الحريه. ولكن كل الكلام ده كان قبل موضوع قطع الكهرباء المتكرر والحر والحاجات الغريبه اللي احنا فيها دلوقتي دي. فاظن ان اصبح من الضروري لاي شخص شغله مرتبط بالانترنت، او بيحتاج ان هو يكون كونكتد في اوقات ممكن الكهرباء تكون مقطوعه فيها، او شغله ما يتحملش ان هو يكون ديسكونكتد، او عذر ان الكهرباء قطعت ده مش مقبول. اظن ان ده حل حلو قوي قوي. طبعا انت ممكن تجيب اللي هو بيسموه UPS تقريبا، او الحاجات اللي هي الغاليه دي، ولكن لو انت عندك بالفعل باور بانك فانت ممكن تجيب الكابل ده مع الباور بانك وتشغل بيه الراوتر. حتى لو الراوتر اللي عندك اللي هو الاي دي اس ال بتاع البيت اكتشفت ان هو شغال، فخلينا نجرب مع بعض. اوكي ده الراوتر بتاعنا شغال الحمد لله بالكهرباء وبيوصل ل ADSL، فاحنا هنفصله من الكهرباء، وعندنا الباور بانك بتاعنا ندوس بس هنا عشان يشتغل. اوكي وصلت دلوقتي شغاله، وهنوصل الراوتر بالباور بانك وهيشتغل زي الفل. تمام، يعني حتى لو الكهرباء فاصله او حتى لو مفيش كهرباء، انا جربت الموضوع ده، هتلاقي ان الراوتر اللي عندك اللي موصله من شركه الانترنت هيشتغل مفيش اي مشكله خالص. قطع الكهرباء لا يعني قطع الاي دي اس ال بالضروره. فلو انا كنت شاري الكابل ده من امازون، هحاول قدر الامكان احط لكم الرابط بتاعه في وصف الفيديو. هو رخيص يعني ما هوش غالي خالص، واتمنى اتمنى لو حصل اي نوع من الضغط على الكابل ده او طلبات كتير، البايع ما يغليهوش. ويا مين كان عارف سبحان الله ان في يوم من الايام حاجه زي دي هنلجأ ليها. يلا سولوشن او حل للناس اللي الموضوع بالنسبه لهم ضروري.